تجيلي واحده شعرها ابيض خالص وتقول لي اصل انا خايفه اصبغه لان انا سمعت كلامك ومش عايزه اصبغ ومش عايزه ابوظ شعري. دي ملهاش علاقه هنا بالصبغه. تغطيه الابيض، انا بس بوصل للناس، تغطيه الابيض للشعر ما بنستخدمش امونيا. المشكله في تغيير اللون الغامق وسحب اللون. ففي واحده تقول لي لا 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 لا، انا ما بعملش صبغه، انا بعمل قصدي يا ربي ما بعملش سحب لون ولا بودر، انا بعمل لون دايركت مباشره. هو كلهم نسب سحب بيختلف. عشان كده بنبص على العلبه بنلاقي 9%، 12%، 6%، 15%. كل ده اسمها نسب سحب. اما البودر او التشقير ده بتبقى نسب 100%. اذا تغيير اللون الاسود لافتح هو حدث في نسب سحب، ولكن بنسب. عشان بيقعدوا يقولوا لي لا احنا عملنا الصبغه دايركت. انا ما عملتش سحب خالص. لا، انت عملتي سحب ولكن بنسب. الهدف من الفيديو هنا ان تغطيه الابيض بدون امونيا ما فيهاش اي خطوره خالص. تقدري تعملي المعالجه النهارده وتغطي بكره، ما فيش اي مشكله. واوقات بغطي في نفس الجلسه، ما فيش اي مشكله. اذا تغطيه الابيض ما فيش فيها خطوره. ما تسيبيش شعرك ابيض خالص بسبب وتيجي تقولي لي ده السبب. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هكون معاكي فورا.